والله العظيم ما بجاملك، والله ما بجاملك، بس دي احلى نجرسكو انا اكلتها في حياتي وحياة طب دوقي ربنا. دوقي دوقي دوقي. خلي لغه الحوار بينا كده تبقى واحنا بناكل حاجه بنحبها. واحلى. زي ما عايز اعترف لك بحاجه. طب الحقيني طيب. الحقك اعمل ايه انت؟ طب الحقيني تنادي معايا. بسم الله. وريني بقى يا ريس ذوقك. بقول لك ايه، وريني مش ذوقك. اتفقنا كل واحد اسبوع وده اسبوعي تتفرج على طلبات انا عامله ازاي؟ هو احنا هنتحدى بعض بالطلبات؟ ايوه انتوا ما بتعرفوش تطلبي. نتحدى بعض بالطلبات بقى لما نتحدى بعض في الطبخ، والغاز مش هيوصل بقى. واشمعنى بقى يعني جبت من المكان ده؟ ده مطعم؟ لا مطبخ اسمه مطبخ السعاده. عاملين خصم 10%، رحت طالب كل حاجه كان شكلها حلو في البيج عندهم، رحت طالبها. ما شاء الله، يعني انت طالب حاجات كتير قوي يا احمد، ده كتير علينا. طب اعزم حد يجي ياكل معانا طيب. احنا في اول الشهر وعايزين نقعد ناكل طول الشهر بيتي، هعمل ايه يعني؟ من نفس الاوردر؟ ايه المشكله؟ ما انا طالب حاجات متنوعه. والله بتريح دماغك. يعني احنا كنا بنقول كل واحد فينا بيطلب اسبوع، انت طلبت الاسبوع بتاعك مره واحده. ايه التنظيم ده؟ ايه الشياكه دي؟ بجد والله العظيم كتغليف وتنظيم دول احسن ناس انا طلبت منهم. يا رب تكون طالب حاجات انا بحبها. انا طالب حاجات انا بحبها، انا مالي ومالك. طالب كفته. انت كل مره يا زينه بتطلبي رز قليل، انا طالب لي 5 كيلو رز عشان ما اقعدش اكل بروتين حاف انا. عشان نوفر ناكل مع الرز. شايفه الكفته جميله والله، شكلها يفتح النفس. ممكن ادوق معاك؟ دوق. دي كفته فرن. كفته فرن مش الله بحبها، ماما كانت بتعملها. حاسس ان انا متجمع انا وخالاتي وهم عملوا كفته وجايين، هو بيبقى طعمها كده تاكل عند ستك كده في البيت. نفس الكفته بتاعت ماما، اسمها كوبيبه تقريبا. كوبيبه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله العظيم ريحتها حجمها حلو تحفه. مستويه حلوه قوي. شويه ساعه. تا 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 تا. شفتي ممبرايه رقيقه كده، منديل كان نضيف تقريبا. كان منجيل ايه ده منبار؟ يا رب بس تكون انت يعني ده اللي انت طلبته، ما تكونش انت كان قصدك حاجات تانية وانت قلت اساميها غلط. دي اكتر حاجه طبعا انت بتحبها عشان كده طلبتها. كل مره تجيبي محشي تحطي لي فلفلتين تحطي فلفليتين في والله انا اللي بقول لها، انا لما بطلب الاوردر بقول لهم انا مش عايزه محشي فلفل، ما بحبوش. ليه؟ عشان ما بحبوش. ما انت متجوزه وانت عايشه لوحدك في البيت. طب ما انا عارفه ان انت بتحب الممبار، بجيب لك ممبار. انت وقعت على البيج دي فين؟ صدفه. صدفه كده بقلب في الاكسبلور، كنت جعان بالليل قلبت في الاكسبلور طلعت لي. يعني انت لقيتهم عاملين خصم 10% صدفه ولقيتهم في الاكسبلور صدفه؟ يعني مش مامتك او خالتك اللي عاملين الاكل ده؟ لا والله انت اللي طالبه؟ اولا عشان اثبت لك، ماما ما بتعرفش ترص، بتعرف تطبخ بس ما بتعرفش ترص، الاكل مرصوش شكله حلو. خالتي بتعرف ترص بس ما بتعرفش تطبخ. طب يبقى هما ساعدوا بعض، واحده طبخت واحده رصت. لا هم ما قابلوش بعض بقالهم شهرين. بتحبني صح؟ دول بتوعي بقى، يعني انت عارف بلاش. انت بتحب الفلفل البتنجان والكوسه والحاجات دي. انت عارف ان انا ده اللي بحبه اكتر من الفلوس. حلو قوي بجد. بما يرضي الله بما يرضي الله. انت موفق في الاوردر ده. والكرنب دايب. خلي لغه الحوار بينا كده تبقى واحنا بناكل حاجه بنحبها، عشان ما حدش يرفض للتاني طلب. يعني انا عايز منك خدمه، عايز تعملي لي حاجه، اجيب لك اكل بتحبيه شكله حلو اقعدك قدامه واقوم طالب منك الطلب، هتوافقي على طول. اعملي معايا كده نجرسكم. النجرسكو دي بتبين المطعم حلو ولا وحش، او يعني البيت الطابخ ده اكل بيتي بتبينه حلو ولا وحش. لو طلعت مش حلوه يبقى انت غير موفق في هذا الاوردر. يا نهار ابيض، حاطين زيتون الطريقه المفضله. اي حد ما بيحبش الزيتون يمسح رقم من عنده. ما شاء الله. ايه ده يا احمد ده؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله العظيم ما بجاملك، والله ما بجاملك، بس دي احلى نجرسكو انا اكلتها في حياتي وحياة ربنا. طب دوقي. اقسم بالله احلى نجرسكو اكلتها في حياتي. انا عمري ما عملتها كده، ولا مامتي ولا مامتك ولا دقتها في مكان حتى كده. بما يرضي الله دي احلى حاجه في كل اللي فات والله. يعني ولا محاشي ولا اي حاجه. دي لا عجباني الطريقه. مطبخ السعاده. بس ده انا جايبها لك انت البوردن كلو. كوردن فلو شنتلمان. ده انتوا مطبخ ابن لعيبه. ايه الحشوه دي؟ شفت بقى الفرق؟ اخر مره كنا طالبينه بدون ذكر اسامي المطعم كان البانيه جوه مفروم، الفراخ مفرومه كانها كفته، لكن دي لا، هي جايبه الصدر اهو متقطع كده ودقه عليه بالبتاع اللي احنا بالشاكوش كده بتاع المطبخ ده. بنفضل ندق كده على الفراخ لحد ما يبقى صدر الفرخه رقيق، بعد كده نلفه. حبيته؟ طب مش طالبه ليا انا؟ السلام عليكم.
بتاع نسيب خلاص. انا الله بعمل كده. يهنيك. وفي موتزاريلا كمان وكيري جوه. جميل والله. ايه ده مكرونه بشاميل؟ وانا طلبت مكرونه بشاميل. انا شكلك طالب الاوردر كده بالحظ والله العظيم. هي شكلها رهيب ليه كده؟ شكلها يفتح النفس. بص عامله ازاي؟ مش هتقولي رايك؟ ما لما اخلص ربعها. ربعها؟ بهزر والله طعمها جامد قوي قوي قوي. احلى من نجرسكو ولا نجرسكو احلى؟ هو انا الصراحه بشاميل اللي عاجبني. لا نجرسكو احلى. زينة عايز اعترف لك بحاجه الصراحه. انا مش طالب كل حاجه لوحدها. يعني ايه؟ يعني انا دخلت عندهم قلت لهم احنا عندنا عزومه، عشان خاطر ما يعرفوش احنا حالنا عامل ازاي. قلت لهم احنا عندنا عزومه 10 افراد، فانا عايز اوردر يكفي 10 افراد من اصناف مختلفه. 10 افراد يعني يكفينا انا وانت 5 ايام. انا هطلب تاني ولا ايه؟ لا على فكره والله يكفينا اكتر. يكفينا. يعني انا الصينيه دي ممكن ناكلها في 4 ايام. وما اخترتش حاجه بعينها، يعني انا قلت لهم من احسن الانواع اللي عندكم، بس بالله عليكم عايز رز لوحده كتير ونوعين بسمتي وابيض. انت طالب كل ده رز؟ انا مش فاهمه ايه ده. عشان يا لهوي ده رز 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 3 رز. ما بيبقاش عندنا رز. ما ساعات بجيب فراخ وما بلاقيش. اعمل ايه انا؟ اكل بروتين حف، عايز كربوهيدرات، عايز طاقه. ايه؟ مش انت طالب رز بالشعريه؟ وريني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بالكبد. انا طالب رز بالكبد مش طالب رز بالكبد. ولا انا طالب ولا انا مش عارف. انا مش عارف انا طالب ايه. انت طالب رز بس. تبعتهولك. وسع كده بعد اذنك. انا هدوق قبلك عشان ده باللوز. ايه ده؟ دي شعريه. دي شعريه مش رز. ايه الاوردر اللي انا طالبه ومش فاهمه ده؟ انا فاكراها كاتبه رز بالشعريه، طلعت شعريه بس. خطيره اقسم بالله. انا اول مره ادوقها في حياتي بامانه. بجد ما اكلتيش شعريه قبل كده؟ ظلمتي نفسك. ظلمتي نفسك وظلمتيني. اول مره. انا اول مره اكل شعريه انا كمان على فكره. اول مره ادوق شعريه مكسرات وكبد وقوانص. ولا كبد بس؟ دي كبد بس صح؟ لا كبد وقوانص. فين القوانص؟ هات لي قناصه واحده. والله دي كبد كلها كبد. بس انا عارف انها بتبقى الاثنين مع بعض كده زي تامر وشيرين. كبد وقوانص. زي مين؟ تامر وشيرين. بس تامر وشيرين مش مع بعض من زمان. لا. دي دلوقتي مع حسام ربنا يعينها. ومن الرز ده هيبقى بايه؟ في رز هنا تاني وفي رز هنا تالت. انا زهقت منك. يا ولاد الذين. ايه يا ولاد ايه؟ الذين على الجمدان. يا جماعه ايه ده؟ هو في حد بيقدم الرز كده؟ ايه ده؟ في حد كده بيعمل كده في الرز؟ خبير الرز يدوق الرز؟ ده انا اول مره في حياتي اشوف رز اصفر بالكبده. الرز ده فيه حاجه. حاجه؟ رز تتبيلته فيها حاجه. ايه بقى؟ حاطين ايه؟ حاطين ايه عشان مش قادر احدد. في كركم، في شير، في قرفه، في جنزبيل. هو ده. في بص في اهو. صباع بص قرفه. عود القرفه اهو. قرفه وجنزبيل. انا خبير الطبخ يا ابني. انا خبير الطبخ. انا بقى بدول حاجه بعرف انا فيها. حسيت ايه ان فيها طعم على فكره. بفهم برضو. انا حسيت ان فيها حاجه حلوه بس ما ما عارفش شاء ايه. الله. لا خد لك معلقتين 3. الموضوع ده لا، مختلف. جميل صح. ده احلى رز انا اكلته في حياتي. والله ما بجاملك والله ما بجاملك عشان انت اللي طالب. بس الاكل بجد حلو. ايه يعني متوقع ان هو يطلع هو كمان بالمكسرات؟ شايفه ايه من عندك؟ مش اللي من عندي لسه ما حاجه. فتحتش. شايفه ايه؟ رز بالشعريه عادي. ايه ده؟ هو انت عشان كلها مفاجآت لما تلاقي رز بالشعريه هتزعل؟ ما الرز بالشعريه حلو برضه. أنا قلت يمكن هيبعتوا معاه حته موز اهي. محتاج ملوخيه. ملوخيه؟ اه والله ما العظيم. طلبتش ملوخيه ليه؟ ما خفت تتدلق. ما هم اللي هيجيبوها. ما هي خفت تتدلق. ما انا ما اعرفش الناس دي. اول مره اتعامل معاها. اول مره في حياتي اشتري حاجه بالشكل بس تطلع حلو. احمد انت اشطر شاطر. واحد. انت شاطر. انا اشطر واحد مش شاطر بس. بقول لك ايه، تيجي نعمل اطباق انت عرفت انا قصدي ايه صح؟ والله ماشي خلاص. فكره كويسه جدا. هتاخدي عليها ثواب كبير قوي. انا بس عايز طلب. ايه؟ لما اقول لك انا جعان في اي وقت تجيبي لي الاكل. طب وما ما- تقوليليش هتاكل ايه. اي حاجه هتعجبني. يعني لما تقول لي اي حاجه اجيب لك اي حاجه منهم. انا لما بسالك تاكل ايه بتقول لي اي حاجه؟ ما انت بتحيرني. احتاري واختار. يعني ايه بس في المطبخ. ما هو دي الحاجات اللي انا بحبها. يعني مش هتلاقي انا حاجه انا بحبها بره دول. فهتقولي لي اي حاجه انا موافق. هناكل ايه النهارده طيب؟ اي حاجه. يوه اي حاجه ايه يعني؟ اختار. مش عارف. الاكل كله حلو.